ديفيد مويز خارج الأولد ترافورد ربما هو القرار المتأخر الذي انتظره عشاق المان يونايتد بعدما أيقنوا أن قطار فريقهم العريق بات يسير نحو الهاوية. الحصيلة المخيبة للاسكتلندي مع الشياطين الحمر جعلت إدارة النادي تقذف به خارج أسوار مسرح الأحلام لتعلن عبر موقعها فك الارتباط. حصان مانشستر يونايتد الجامح لم يقوى الاسكتلندي على ترويضه بعدما ترجل من عليه فارس عريق ليس سوى الكهل أليكس فيرغسون. مويز الذي عاش عدة شهور تحت ظل السير فشل في أن يكون خير خلف لأعرق سلف. كأس اليونايتد الذي فاض اليوم بإقالة مويز امتلأ أهدافا وذاق هزائم مخيبة، فرباعية الديربي أمام الغريم مانشستر سيتي الأزرق دقت أولى المسامير في نعش الفريق الأحمر. أما قصة ويست بروميتش ألبيون فتلك حكاية أخرى، حين خرج من الأولد ترافورد مزهوا بثنائية، وهو الذي لم يذق طعم الانتصار على المارد الأحمر منذ 36 عاما. سهم مويز في بورصة الفريق الإنجليزي لم يعرف اتجاها سوى النزول هزائم وانكسارات، وسوانزي سيتي زاد طين مويز بلة حين أخرجه من الكأس بإنجاز هو الأول في تاريخ الفريق الويلزي على الأولد ترافورد. أما مورينيو الداهية فقد كان له نصيب من مأساة مويز مع المانيو حين أسقطه بثلاثية جعلته بعيدا عن فرق المقدمة. مويز الذي بدا تائها محتارا كان يمني النفس في الثأر من جاره اللدود السيتي في لقاء العودة، لكن الثلاثية لم تكن سوى تأكيد من أبناء بيليغريني أنهم أفضل من يمثل مدينة مانشستر هذا الموسم. لكن حين تلذغ من جحر فريقك الأسبق فهذا ما لم تستصغه جماهير اليونايتد، وكانت الهزيمة الأخيرة هي النقطة التي أفاضت كأس مويز، والجاني هذه المرة فريقه الأسبق إيفرتون. مويز إذن ترجل من على حصان جامح ورفع الراية البيضاء مستسلما، وهو الذي تحمل إرثا خالدا من رجل خالد في ذاكرة الكرة يدعى السير أليكس فيرغسون.